تخيل لو تقدر تتعلم أي مهارة في أي وقت ومن أي مكان من غير تعقيد ومن غير تضييع وقتك في محتوى مش مفيد. دلوقتي بقى عندك الحل. منصة أدسامي مش مجرد موقع تعليم، دي تجربة متكاملة بتوصلك لهدفك بشكل أسرع وأذكى. كورسات عملية، شرح بسيط، ومحتوى معمول علشان يجهزك لسوق العمل فعلا، مش بس تذاكر وخلاص. سواء كنت مبتدئ أو عايز تطور نفسك، احنا هنا علشان ناخدك من نقطة الصفر لحد الاحتراف. يلا بينا نتعرف على السيستم. اول حاجة عندنا الادمن بانل هنا انا عندي الداشبورد فيها احصائيات بسيطة عن المنصة بتاعتنا، عن عدد الكورسات وعدد الدروس وعن عدد الاشتراكات وعدد الطلاب وعدد الانستراكتور مدربين. وعندي هنا رسم بياني بسيط عن الكورس ستيتس، حالة الكورسات سواء اكتيف او upcoming او بيندنج، برايفت، درافت، اكتيف. طيب اول حاجة انا عندي هنا الكاتيجوري هي الفئات الخاصة بالكورس. من هنا بقدر ان انا اضيف كاتيجوري، بدخل هنا اسم الكاتيجوري، وهنا الايكون المعبرة عن الكاتيجوري، وهنا الكيورد كلمات افتتاحية عشان تحسن عملية البحث، وهنا وصف الكاتيجوري. طيب وهنا البانر، صورة البانر تبع الكاتيجوري، وهنا اللوجو تبع الكاتيجوري. وبعد ما بضيف الكاتيجوري بدوس على سبميت، يبدأ ان هو يخزن ويظهر معايا الكاتيجوريز هنا. اقدر كمان ان انا اضيف سب كاتيجوري للكاتيجوري الاب من هنا، من اد هنا، ونفس الداتا انا بدخلها للسب كاتيجوري. اقدر كمان ان انا اعدل هنا في الكاتيجوري الاب، واقدر ان انا امسحه. طبعا كل سب كاتيجوري من هنا بقدر ان انا اعدل فيه وان انا امسحه من هنا. تمام. تاني حاجة عندنا الكورس انا عندي هنا مانج كورس، ان انا بقدر ان انا اتحكم في الكورسات او ان انا اضيف كورسات جديدة او كوبون او الكورس باندل. تمام. هنا من مانج كورس بقدر ان انا اتحكم في الكورسات بكل سهولة، سواء ان انا اشوف الكورس في الفرونت عن طريق ان انا ادوس فيو كورس فرونت، فبقدر ان انا اشوف تفاصيل الكورس في الفرونت اند او اللي هيظهر للطالب على الموقع. تاني حاجة ان انا اروح للكورس بلاينج بيج، اللي هي صفحة اللي هيتعرض فيها الكورس. تمام. تالت اختيار عندي ان انا edit كورس، ان انا اقدر ان انا اعدل على الكورس سواء اسمه او السعر او الدروس، وهنشوفها دلوقتي معانا في الفيديو بتاعنا. في duplicated كورس، ان انا اقدر ان انا اكرر الكورس، وفي ان انا اخليه اكتف او ان انا امسحه. تمام. وهنا عندي طبعا سيرش بالتايتل، وانا عندي هنا كمان في فلتر بالكاتيجوري، بالستيتس، بالانستراكتور، والبرايس. طيب عايزين نضيف كورس. هنضيف كورس عن طريق add new course. انا هنا بضيف البيزك انفورميشن للكورس، ان هو انا عندي هنا التايتل، الشورت ديسكريبشن، والديسكريبشن، الكاتيجوري تبع الكورس، وهنا انا بختار الليفل سواء beginner او intermediate او advantage. هنا انا بختار اللغة تبع الكورس، هو كورس المحتوى بتاعه عربي او انجليزي. وانا عندي هنا في نوعين للسعر، في مدفوع وفي فري. انا لما بختار هنا فري، فانا بختار الاكسباير بيريود بتاعه سواء لايف تايم او ليميتد تايم. الانيبل دروب كونتنت اللي هو المحتوى المتسلسل، ان انا ما اقدرش ان انا ادخل على درس غير لما اخلص الوقت بتاع الدرس الاولاني. طبعا هنا السب نيل ايمج، اللي هي الصورة اللي بتظهر هنا على السب ميل بتاعت الكورس. طيب لما اختار الكورس مدفوع، فانا هنا عندي بضيف السعر، وانا لو الكورس ده ليه ديسكاونت فانا بتشيك على التشيك بوكس هنا ان السعر الكورس عليه ديسكاونت. وهنا طبعا الديسكاونت برايس اللي هو السعر بعد الخصم. ونفس الكلام انا بختار هنا برضو سواء الاكسباير بيريود، سواء اللي هو لايف تايم او ليميتد تايم. طيب تعال نضيف
example course علشان نشوف ايه الخطوات اللي بتحصل بعد كده بعد ما بضيف basic information. example course، وهنا هنكتب حاجة سريعة كده short description، وهنا description. طبعا هنا هنختار أي فئة category، وهنختار مثلا beginner، وهنا Arabic، وإن الكورس مدفوع سعره 150، وبعد الخصم هيبقى 100، والإكسباير بيريود بتاعتي لايف تايم دروب كونتنت، والصورة دي يبقى هنضيفها بعدين. هدوس submit. بعد ما دوست سبميت هيوديني لبقية المحتوى تبع الكورس، ان هو هنا انا بضيف المناهج. انا عندي اول سيكشن بضيفه هنا، ونفترض هنسميه introduction. ادوس سبميت هنا. فانا كده انا ضفت اول قسم عندي. اقدر ان انا اضيف دروس عن طريق ان انا بضيف اد ليسون. هنا عندي يوتيوب فيديو، هنا بضيف لينك اليوتيوب. عندي فيمو فيديو بضيف لينك بتاع الفيمو، او فيديو فايل ان انا بختار فايل. وعندي الفيديو URL MP4. ولو انا عندي الكورس بتاعي جوجل درايف فيديو بضيفه، لو دوكيمنت فايل او تكست او ايمج او اي فريم او سكورم كونتنت او امازون S3 باك. تمام، انا هختار هنا تكست مثلا وادوس نيكست. هنا بضيف عنوان الكورس، عنوان الدرس، وبضيف السيكشن اللي هو الدرس ده تبعه. انا لو عندي اكتر من سيكشن فيظهروا معايا هنا، وبختار السيكشن اللي هيكون تبع الدرس ده، وبضيف الايه التكست اللي تبعه والثمن الملخص بتاعه. بعد كده اد ليسون، فبقدر ان انا اضيف الليسون. بعد كده لو انا عايز اضيف كويز، فانا برضو بختار هنا بكتب اسم الكويز التايتل بتاعه، وبعد كده بختار السيكشن اللي تبع الكويز والوقت تبع الكويز، وهنا التوتال مارك، وهنا الباس مارك. التوتال مارك اللي هو لو نفترض الكويز عندي من 100، فأنا بقول إن أنا عشان أنجح لازم مثلا هيبقى 51%، كده أقدر إن أنا أنجح. وهنا الديسكريبشن، وبعد كده اد كويز فيضيف كويز تبع الكورس. هنا البيزك الداتا اللي أنا كنت ضفتها وأنا في الأول. هنا اللايف كلاس. اللايف كلاس هنا لو أنا عندي والله في درس مثلا اونلاين، فانا هنا بضيف الكلاس توبيك بتاعته. هنا الانستراكتور اللي تبع الكورس، وهنا الوقت، وهنا ملحوظات للطلاب. في هنا برضو assignment معايا. انا لو حابب اضيف assignment هنا، فانا بضيف التايتل بتاعها، ولو في question اسئله. وهنا اختياري ان انا اضيف مثلا انا عندي الاسئله ديت في ملف اقدر ان اضيفها، والتوتال مارك تبع الاساين بتاعتي، والديدلاين وملحوظات، وان هو اكتف او درافت. هنا البرايسنج ان انا بعدل سعر الكورس اللي انا كنت ضفته، سواء ان هو بيد او فري. برايس السعر قبل الخصم. لو انا عندي خصم فانا بتشيك هنا، وبعد كده احط السعر بعد الخصم والاكسبير بيريود بتاعتي. هنا في انفو. هنا لو انا عندي معلومات عن الكورس زيادة، مثلا هنا سؤال بإجابة، اقدر ان اضيف اكتر من سؤال عن طريق ان انا بدوس على علامة الموجب هنا اد نيو، بضيف السؤال واحط الاجابة بتاعته لمحتوى الكورس. هنا recommended بتاعت الكورس هي متطلبات تبع الكورس بتاعتي، فانا بضيف هنا انا مثلا محتاج هنا في الكورس HTML CSS جافا سكريبت، وبضيف برضو من هنا add new. وانا اقدر ان اضيف اكتر من الكومنت بتاعته. والاوتكم نفس الشيء. انا عندي هنا الميديا تبع الكورس ان انا قلت كنا هنضيفها بعدين، ان انا السبنيل ايمج تبع الكورس والبانر. وانا لو عايز اعمل بريفيو فيديو، سواء ان انا عندي الفيديو فايل او فيديو لينك. لو فيديو لينك فهنا انا بختار فيديو URL من اليوتيوب او الفيمو او HTML5. لو فيديو فايل فانا هنا بختار فيديو فايل بسبورت ال MP4 الويب ام او ال OGG.
هنا السيو لتحسين محركات البحث، فانا بضيف ميتا تايتل كيورد ديسكريبشن روت، وهنا معلومات الميتا كلها اللي انا بضيفها. دروب كونتنت هنا هو المحتوى دوت متسلسل، اللي هو انا هنا اوف، فانا هنا كده بقول له لا المحتوى مش متسلسل، اون هنا المحتوى متسلسل. طيب ايه هي الرول بتاعت ان الدرس مكتمل؟ ان هو انا اعدي نسبة مئوية من الفيديو او ان انا اعدي وقت معين. طيب هي لو انا محدد هنا فبيظهر لي طيب ايه النسبة اللي انت عايز تحددها، وايه المسج اللي تطلع في حالة ان هو ما وصلش ان هو يعدي ايه النسبة دي. طب لو الدايركشن، فانا بختار هنا الوقت اللي ياخده علشان يعدي الدرس ده يبقى كومبليت. هنا لو انا عايز اضيف كاستوم فايل ملفات اضافيه، فانا هنا بختار النوع ان انا عايز اضيف ايمج او تكست او سلايدر او فيديو او اسئله او جاليري. نوتس بورد هنا اللي هي النوتس بورد اللي هي الملحوظات، فانا بختار هنا بحط ملحوظه وهنا ملحوظه، وانا ممكن اقدر من هنا ان انا ابعت ميل للطلاب ملحوظات للكورس. انا عندي مثلا ضفت كويز، فانا ببعت هنا ملحوظه ان انا ضايف كويز للطلاب على الميل عشان يقدروا ان هم يسجلوا بكل سهوله. طبعا الايديت تبع الكورس نفس الشيء، هنا كده بقدر ان انا برضو اتحكم هنا، اقدر ان انا اعدل السكشن ان انا امسحه. لو انا ضايف دروس ليه فانا بيظهر هنا، او كويز هنا ان انا اقدر ان انا اعدل في كل سكشن. تمام. طيب في جزء ما كناش اتكلمنا عنه وهو السورت سيكشن. السورت سيكشن هو لو انا عندي اكتر من مقدمة، نفترض في عندي introduction to، على سبيل المثال، فانا عندي هنا اول حاجة رقم واحد هي introduction، تاني رقم اتنين introduction to. طيب انا لو عايز ان انا اخلي introduction to هي اللي في الاول وبعد كده introduction، عن طريق السورت سيكشن بضغط عليها واقدر ان انا اعمل drag ودروب على هنا وتسيف تشينج تتغير معايا. وكده خلصنا الكاتيجوريز اللي تبع الكورس والكورسات. في الفيديو اللي جاي ان شاء الله هنتكلم عن البوت كامب.